اسد وتنين في سنغافوره يا راجل؟ اه والله زي ما بقول لك كده. الميري ليون. كان لازم اروح اشوف الاسد اللي بيبخ ميه اللي بيقولوا عليه ده. تاني يوم ليا في سنغافوره صحيت بدري جدا حتى قبل العصافير ما تصوصو، ومع ذلك لقيت المكان زحمه جدا والاجانب في كل حته وبيصوروا نفس الصوره ونفس البوز. حتى انا كمان عملت زيهم. الميري ليون نفس فكره ابو الهول عندنا، والحقيقه ان هو رمز لدوله سنغافوره. بصراحه اخدت شويه صور حكايه، وانا واقف هنا افتكرت نفسي لما كنت موجود 2009. وقتها المكان كان فاضي جدا وكان حتى لسه تحت الانشاء. اما دلوقتي الوضع بقى ايه؟ اتمشيت شويه عشان اشوف التانيين اللي قلب الدنيا هناك ده، وهوب لقيته قدامي. كائن عجيب كله ثقه واقف مالي مركزه. تقولش فرس النهر؟ في ماليزيا وسنغافوره بيسموه كومودو كازن او ووتر دراجون عشان بيفكرهم بالتنين. طبعا ده لو كان في مصر كان زمانه بقى شاورما. بعيد عن اللطافة كان في مشهد تاريخي على رصيف كاليفورد. المكان ده مش مجرد رصيف لميناء قديم، لأن هنا انتصر جزء كبير من رماد المهاتما غاندي. وأنا واقف قدام البحر حسيت إن دي مش محطة سياحية، دي لحظة تاريخية ورسالة إن السلام عمره ما بيموت. السؤال هنا، لو أنت مكان المهاتما غاندي وعايش وسطنا دلوقتي، إيه الرسالة اللي توجهها للعالم؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تيجي بكرة عشان المغامرة لسه ما خلصتش.